يمشي يوسف لبلايلي والهدف الاول. اولى الركلات ناجحه من جانب المنتخب الجزائري، بدايه موفقه. الدور الان على المنتخب المغربي. يوسف الكره على اليسار والزنيتي على اليمين. الركله الاولى الناجحه لمحاربه والسحراء. سفيان رحيمي لاعب العين الاماراتي سيكون المنفذ الاول للمنتخب المغربي. صعبه هي الحياه، صعبه هي الحياه لمن ستكون المنادات ما بين المبولحي وسفيان رحيمي. يتقدم سفيان والنجاح. سفيان الفنان، كرة رائعة كذلك لمبولحي على اليسار والكرة على اليمين. تألق الهجوم، تألق النجوم. فرحة جزائرية في البداية الآن مغربية. حرب الأعصاب يا ناس. من سيكون الآن القناص من الجانب الجزائري؟ سفيان بن دبكة. بن دبكة متوسط الميدان. سفيان والتركيز، قدم مباراة كبيرة على المستوى البدني. أنس الزنيتي بالتركيز اللازم، لاعب حارس الرجاء. يمشي يتقدم سفيان، رائعة رائعة. سفيان يجمد أنس الزنيتي في مكانه ويفرح جمهور الجزائر في زمانه. فنيات كبيرة لسفيان بن دبكة. الآن كرة مغربية، جماهير مغربية طبعا تريد التصدي من أنس الزنيتي. الرئيس مبولحي في ركلة جزاء ثانية لبدر بانون. بانون صاحب هدف التعديل، قلب دفاع الأهلي المصري. بدر بانون عملاق الدفاع، برج المراقبة لأسود الأطلس. المبولحي بالتركيز، 35 عام للمبولحي، خبرة طويلة في الميادين. بانون بدر بانون من أجمل ما يكون بكل الفنون والجنون. هو بدر بانون. وين ماشية بين المباراة، التعادلات على جميع المستويات. الله على هذا المشوار. ثالث الجزائريين الآن يتقدم للميدان. أكيد خوف كبير. حسام مرزاق، مسؤولية كبيرة لمتوسط الميدان الدفاعي. مرزاق، هل يغارد أنس الزنيتي؟ يتقدم، يمشي مرزاق، جول. دخلت الكرة بطريقة غريبة. أنس الزنيتي كان قريب من التصدي. هذه الكرة أو بدران، عفوا عبد القادر بدران هو اللي صوب. بالفعل عبد القادر بدران مرت عليه بالسلام. 3 ضربات ناجحة من جانب الجزائر. الكرة المغربية ليحيى جبران مطالب بالتسجيل. يحيى جبران متوسط ميدان الدفاعي لفريق الوداد. تركيز كبير من جبران. يتقدم واحدة. جبران والله فنان. جبران المزيان، جبران الفنان يغارد مبولحي بطريقة ذكية وفنية في وسط الشباك. انطلاق الافراح المغربية، 3-3. يا ويل الرابع والخامس. اي شجون. حسين بن عيادة، مسؤولية بثقل الجبال لهؤلاء الرجال. حسين بن عيادة مدافع النجم الرياضي الساحلي بتركيز عالي من اجل الجزائر في العلالي. أنس الزنيتي يستعد، يتقدم بن عيادة والحاد الهدف. جول لبن عيادة. 4-4 للجزائر إلى حد الآن.
بن عيادة بطريقة ممتازة، يفرح الجمهور الجزائري. الدور الآن مغربي، الكلمة للاعبين وليس للحراس. برقاوي إذا كان رقم 14 الرئيس مبولحي بالفعل برقاوي. اللي بركاوي كريم يتقدم، كريم مع سفيان مع المبولحي، يتقدم ويمشي كريم. فعلا المبولحي، فعلا العرين الجزائري. الرئيس كان بالفعل رئيس، يا رئيس يا مبولحي. يسدد كريم ويتصدى المبولحي، والجزائر لو يسجل الآن ينتهي. هي الكرة الحاسمة، هذه هي كرة توقاي، محمد أمين توقاي. لو يسجل الجزائر في نصف النهائي، الجزائر في مربع الذهب. لحظات تاريخية، لحظات غير طبيعية. محمد أمين توقاي مطالب بالتسجيل والانتظار، ومجيد بوكرة ينهار. توقاي صعبة هي هذه الأمور الطبيعية والنفسية. توقاي مدافع ترجي، توقاي يتقدم، توقاي جول رسميا. المنتخب الجزائري في مربع الذهب لمواجهة المنتخب القطري. المنتخب المغربي يغادر بركلات الترجيح 5-4، وبالتالي الفرحة جزائرية. لكني لازم نحكي ونقول وأن هذا المنتخب المغربي والله حرام يغادر، حرام يغادر. الجزائر تستحق الانتصار، والمغرب حرام يغادر. منتخبين من أجمل ما يكون، شرفونا، نورونا، أمتعونا، أسعدونا. هذه هي الكرة وأحكامها. الكرة طبعا تؤسي شعوب وتسعد شعوب. أكيد استمتعنا معكم يا السادة يا كرام. 1000 مليون مبروك للجمهور الجزائري، للمنتخب الجزائري، و1000 مليون هارد لاك وحظ أوفر للمنتخب المغربي. والكرة يوم ليك ويوم عليك، ومش كل يوم معاك. أجمل الأماني من معلق المباراة رؤوف خليف لكل المغاربة ولكل الجزائريين على ما قدموه من كرة تليق بسمعة الكرة العربية. دموع المغاربة وفرحة الجزائريين ستبقى خالدة في هذه المباراة الخالدة. لم يبقى لي مشاهدينا الكرام إلا أن أودعكم على أمل ملاقاتكم في مواعيد قادمة لهذه الكأس العربية. أترككم مع هذه الصور وأنتقل لهشام الخلصي.